يا اخوان اللي نترجاه من عندكم الخلفة الرخيص ابتعد عنه. يعني هواية اهل البيوت يجيبون الخلفة اللي يبني فرق عن الزين 500,000 او 400,000، يقول والله يفرق لي. ترى ما يفرق لك. هنا اولا راح يطلع عليك بالمواد، راح تقوم تصرف مواد، والتحميل مو صحيح. يعني مستقبلا السيراميكا تفطر وانت جايب مواد. بكل الاحوال انت راح تذب اكثر من ال400 اللي طلبه منك الخلفه النظيف. يعني هذا مو وضعي. شوفوا هنا هذا الركن الجوي، يعني تقريبا التحميل 5 سنتيمات وتصعد لي فوق. بعد شلون قام يضعف هذا؟ بعد كل ما نصعد لي فوق يضعف، راح يصير تقريبا سنتيمين، سنتيم ونص. يعني تقريبا راح يصير التحميل من فوق. فنرجع ونقول لكم يعني الخلفه ترى لا عبالك من ينزل من سعر شو اسمه البناء. اي خلف يعني مو الا بناء، ابو السيراميك، ابو السباق، يعني كل خلفه، اي خلف، اي ابو مهنه. لا تطلع بيتك اذا فرق شيء بسيط عن الشغل الزين. شوفوا هنا هذا الشباك، يعني انتم حكموا عليه. باعوا هذا الركن منه ايش قد صاعد، وباعوا منه ايش قد نازل. منه يقرا 50 ومنه يقرا 48، 7 سنتيمات مصعده من هاي الزاويه المنه. يعني ما اعرف فد يعني اذا خليت قبان وعدلته يعني شنو اللي راح تخسره؟ هذا يدل على شنو؟ هذا الضلع اعلى من هذا الضلع ب7 أو 8 سنتيم، لان هو رابطه منه، انا رابطه بحلول. هذا الحل مالته الطابوق، ومنه هذا الحل مالته الطابوق مربوط. فصاير عنده مشكله شنو بالبناء؟ من هذا الضلع عالي وهذا الضلع ناصي، يعني حتى يطلع عندك عواجب السقف. هسه احنا هذا بالليزر طلعناه بالنسبه للسقف يقرا من هنا 3 مترات ضبط، ومن هنا يقرا 3 مترات و8 سنتيمات. فنرجع ونقول لكم تجنبوا الخلفه اللي ياخذ فرق عن العالم، يعني بالرخص نحكي، ويطلع عليك ترى باول وتالي، يعني بالاخير راح يبين عليك الشغل التعبان. فش ما يعني والله هو البنا الزين. انا جبت يعني ذاك المره هم جبنا واحد فرق كان 400,000 عن الخلفه المضبوط، عن الخلفه يعني اللي مثل هذا الشغل. فتجنب هاي الامور. ب 400,000 احسن لك. يعني بكل الاحوال انت راح تذب مواد، والمواد اذا صار تحميل مو زين، يعني التحميل مستقبلا مو زين على السيراميكا، يفطر او يسبب لك مشاكل او يخلع، يعني من هالامور هذا. تحياتنا لكم، اخوكم ابو عباس، في امان الله.